السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل معجنات حادقة وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما شاء الله بنوتي اللي عاملاه طلع طعمه حلو قوي. العجينة خفيفة كده وهشة وطعمه كان لذيذ قوي. حاولوا تجربوه. لو الفيديو بقى عجبكم شجعوها كده بكلام حلو، ولو حابين تنزل لكم حاجات تانية هي ما شاء الله عليها شطورة تنزل لكم. ما شاء الله كان طعمه حلو ولذيذ. هي دخلت بقى تعمله فخليت اختها تصورها، ما وقفتش معاها خالص ولا سألتني في اي حاجة. فحبيت اشارككم كده الفيديو واشوف رأيكم برضو فيه. هنا دي 3 كوبايات. الخميرة بيكو خميرة بيطلع معلقة كبيرة، وحطيت معلقة ملح صغيرة ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر. هتقلب بقى المكونات الجافة كده مع بعض. وهنا بقى هتسيح زبدة عشان كانت جامدة في التلاجة، هي محتاجة تاخد 3 معالق. هنا بيضة، حطيت بيضة. وهتحط 3 معالق من الزبدة وهتعجنه بلبن. ما شاء الله كان طعمه تحفة. ينفع بقى في المدارس، ينفع في الفطار، في عشاء. المعجنات دايما بيبقى ما شاء الله في البيت كده كريحة وطعم ما شاء الله بتبقى حاجة حلوة. هنا بقى اللبن بتنزل بالتدريج، هي خايفة تنزل بكمية لبن كبيرة تحتاج اللي هي تحط دقيق تاني، فهي بتنزل كده بالتدريج علشان كل دقيق ما يحتاج تحط له. ما شاء الله عليها. لازم نشجع بناتنا كده يعملوا كل حاجة، حتى لو اول مرة الحاجة طلعت مش كويسة معاهم يعملوا مرة واتنين وتلاتة، فكل مرة تطلع الحاجة احسن من المرة الاولى. فلازم كده نشجعهم يتعلموا ويعتمدوا على نفسهم ويعملوا كل حاجة. هنا بقى كانت عجنتها، هتحط لها شوية زيت وهتسيبها تخمر. ما شاء الله طريقته سهلة، ما بياخدش وقت خالص، هي دوبك بس العجينة تخمر وما بياخدش وقت خالص. يعني ولا في العمايل ولا في الخبيث. هنا بقى كانت العجينة خمرت، هتفردها. فبترش كده دي علشان ما تلزقش العجينة منها. هنا بقى هتنزل العجينة كده تفردها. لو عجبكم بقى الفيديو كده، اللي مشتركش يشترك عشان القناة تكبر وتنجح بيكم. بشكر كل اللي اشترك. ولو عجبكم بقى شجعوها كده تنزلكوا حاجات كتير. هي ما شاء الله عليها بتعمل حلويات كمان وشطورة بتحب المطبخ. فلو عجبكم بقى الفيديو اكتبوا لها كلام حلو كده وشجعوها. هنا بقى بتفردها. ما شاء الله عليها فردتها حلو هنا كده. وجايبه لانشون وجايبه جبنه دومتي وجايبه خلطه من الجبنه اسمها فاهيتا. عباره عن رومي مدخن وجبنه شيدر وجبنه ترك وسوسيس. ما شاء الله كان طعمها حلو. وهنا هتفرد الجبنه الدومتي. وجايبه زيتون. تفرد بقى كده الجبنه، بعد كده تحط الحشو. هنا بقى اللانشون هتحطه. ربنا يحفظ اولادنا كلهم يا رب، وبناتنا واولادنا. دايما يا جماعه حصنوا نفسكم بالقران وادعوا لاولادكم ربنا يحفظهم ويحميهم. واي حد كده عايش في هدوء نفسي كده وصحي يشكر ربنا عليه. دي نعمة كبيرة من عند ربنا، لازم نشكر ربنا عليها. ولازم نحس بالنعم اللي في حياتنا عشان ربنا يديمها علينا ونشكر ربنا دايما عليها. وربنا يحفظ الجميع يا رب. هنا بقى حطيت اللانشون وحطيت الجبنة. هنا بقى الفلفل حامي حبيت تقطعه بالمقص عشان قبل كده قطعته بالسكينة، فطول النهار قعدت تقولي ايدي بتحرقني. فاي فلفل بتقطعه حامي بتستخدم المقص عشان ايديها ما تحرقهاش. وهنا الزيتون برضو بتقطعه. هتلفه بقى كده. ما شاء الله العجينة ملمسها طري وجميلة. ربنا يحميها يا رب ويحفظها. ما شاء الله عليها بقى هتعجبني في الحتة اللي جاية. هي بعد ما تلفها الاطراف دي المفروض نجيب سكينة نقطع الاطراف دي اللي مش مظبوطة، هي هتعملها بطريقة كويسة. ما شاء الله عليها.
والله كان طعمه جميل، حاولوا تجربوه، يعني اللي مجربوش حاول يجربه. ما شاء الله كان طعمه جميل. هنا بقى الاطراف بقى المفروض انا قلت بقى هتجيبي السكينه تقطع الاطراف الزياده دي، لا هي هتعملها كده بحركه كويسه. واي معجنات في البيت ما شاء الله كريحه وطعم كده البيت ما شاء الله تحسي فيه خير كده. ما شاء الله المعجنات يعني كلنا بنحب المعجنات. هنا بقى عملتها بالطريقه دي ما شاء الله عليها. والعجينه خفيفه كده ما شاء الله وجميله، وكمان مفيده مع عجونه باللبن وفيها جبن. هنا بقى بتقيس كده بايديها عشان تطلع كل قطعه قد التانية. هي منظمه يعني شويه. انا بقى ايه ممكن اعملها بالبركه كده اقطع عادي. هي بقى بتقيس كده كل حته تبقى قد التانية. وما شاء الله طلع 3 كوبايات، طلعت كميه حلوه. حابه بقى تزودي براحتك. ما شاء الله العجينه طريه ازاي معاها وجميله. وينفع بقى زي ما قلتلكوا في المدارس، انا مش عارفه والله قلتلكوا ولا لا، انا عندي الزهايمر كل شويه بنسى. مش عارفه قلتلكوا ينفع للمدارس وفطار وعشاء ولا لا، فاديني قلتلكوا. هنا بتوريكوا بقى الحشو ما شاء الله شكله جميل وكان طعمه جميل. هنا بتدهن الصينيه زيت وهترش رشه دقيق. هترص بقى كده العجينه. وهتجيب صفار بيضة مع شوية لبن، هتدهن الوش وهتحط حبة البركة. حابة تحطي سمسم حطي، يعني ما شاء الله السمسم وحبة البركة بيبقوا طعمهم حلو. يعني تحطي سمسم مع حبة البركة يعني هتحطي حبة البركة. هنا حطيت صفار البيضة مع شوية لبن صغيرين. ما شاء الله البيض مع اللبن بيديله تحمير حلو ويبقى شكله حلو وطعمه حلو. هنا بقى الفرن شغال على نار عالية، هنحطه في الشبكة اللي في النص. ما شاء الله هيستوى وياخد لون حلو. لو وشه محمرش بنولع له الشواية، بنهدي النار عليه ياخد اللون اللي احنا عايزينه وبعد كده نطلعه. ما شاء الله كان طعمه جميل. لو عجبكم بقى الفيديو كده شجعوها بكلام حلو كده، لو حابين تنزلكوا حاجات تانية خليها تنزلها لكم. هنا بقى كان استوى ما شاء الله كشكل وكطعم وكريحة ما شاء الله. كان طعمه جميل. يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا رأيكم كده فيه وتشجعوها. واللي ما اشتركش يشترك عشان القناة تكبر وتنجح بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.